خالد وياسين جوج صحاب كيقراو في نفس المستوى، كل واحد فيهم عنده حلم وطموح. خالد مثلا بغى يدير لا ميديسين في المستقبل، وياسين بغى يدير الهندسه. خالد قرا وتوفق ووصل للحلم ديالو، وياسين دار اخطاء بزاف اللي ما خلاتوش يتوفق. في هذا الفيديو غادي نشوفوا القصه ديال هاد الزوج اصدقاء وكيفاش كل واحد فيهم اختار الطريق ديالو والمسار ديالو. ياسين فاش شد النتيجه ديالو ديال الدوره الاولى كعب، شاف راسو جايب 8.75 وصاحبه توفق وجاب 19. هنا غادي يقرر ياسين يشوف الاخطاء اللي كيدير ويبدا يتعلم من صاحبه خالد. ياسين فاق، والحسن الحظ ديالو انه فاق في البدايه ديال الدوره الثانيه قبل ما يتسالى العام. غادي نشوفوا الاخطاء اللي كان كيدير ياسين باش نتا ولا انت ما ديروش بحالو وتستافدوا مزيان من هذا الفيديو هذا. قبل ما نبداو بحال كما كنقول ديما، الا كنت اول مره كتشاهد هذه القناه اللي هي عي سي تي في، هي قناه تعليميه كتقدم لكم نصائح لجميع التلاميذ في المغرب. الا كنت اول مره كتشاهد القناه، هود لتحت دير لايك للفيديو ودير سبسكرايب، اشترك الا كنت اول مره كتشوف هذه القناه هذه. ياسين كان يمشي للمدرسه غير بزز، وكان يغيب بزاف وعطيها غير الكره واللعب وبلاي ستيشن، وكان كيقول مازال باقي الوقت غادي نراجع ولا كاع واش غادي ندير، غادي نقاد التصغير ديال الدروس باش ننقل في الامتحانات والفروض. نهار كيجيو الفروض كتلقى ياسين يشوف في السقف ديال القاعه، وملي تقرب تصون الساعه يكتب داك الشيء بالزربه ويعطي الورقه للاستاذ، حيت الاستاذ زمطهم في الحراسه. ياسين ملي عرف باللي خاص يبريباري جا وبقى يقلب في الفيديو على الطريقه ديال الحفظ، وبارازار لقى واحد الفيديو اللي كيقول انه باش تحفظ خصك تحفظ مده طويله باش تدخل المعلومات للدماغ ديالك وما تنساهمش. هنا واش قال غادي نجلس ونشد هاد الدروس وما غادي نوض حتى نساليهم كاملين في مره باش ما ننساهمش. وهذا خطا كبير حيت الدماغ ديالنا كيركز غير واحد المده قصيره، فالعلماء حدوا ما بين 20 حتى 30 دقيقه اللي كيكون فيها الدماغ ديالنا مركز بواحد الطريقه اللي هي تري افيكاس. في الوقت اللي كان ياسين يدير هذا الشيء، اجي نشوفوا خالد اش كان كيدير. خالد كان منظم الوقت ديالو، وملي كيمشي للمدرسه كيتاكد باللي خدا معاه كاع الادوات وخدم الواجبات ديالو اللي كان طالبهم منهم الاستاذ. فاش كيدخل القسم كيجلس ويركز في كل حاجه قالها الاستاذ، ويقيد المعلومات المهمه في واحد البلوك نوت. وفي اللحظه اللي ما كيفهمش شي حاجه كيهز صبعه وكيسول الاستاذ عليها ويرجع يكتبها في الكارني. خالد ملي عرف القناه ديال عي سي تي في وبقى يتبع النصائح، عرف باللي باش ينجح خص يتوكل على الله اول حاجه، ثم يعتمد على راسو ويطبق هذه النصائح اللي كنقول. حيت القناه ديالنا كتقول لك خدم بذكاء وليس بجهد. مثلا خالد واش بقى كيدير التقنيه ديال بومودورو. واش كتقول هذه التقنيه؟ انه بقى كيقسم الخدمه ديالو على فترات، في كل فتره كنديروا فيها 25 دقيقه، دونك كيخدم 25 دقيقه وكيرتاح 5 ديال الدقائق، ومورها كيكمل حتى يحس بالتعب ويمشي يرتاح ويعيش حياته عاديه. خالد كان داير التزام ومقاد البروغرام ديال الخدمه، وكان خصو ضروري يلتزم بدوك المهام اللي في البروغرام. خالد نهار يجي الامتحان كان يمشي يخدم وهو فرحان وراضي على راسو، وكيكتب بلاتي عليه وبكل ثقه في النفس.
فاش فاق ياسين من القلبه بان له صاحبو خالد وقصدو، قال له نبقى نخدم انا وياك واي حاجه درتها غادي ندير بحالك باش نوصلوا ونحققوا الاحلام ديالنا بزوج.